السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الفيديو ده هيبقى قصير قوي. أنا عايزة أكد على مفهوم واحد. آية واحدة في القرآن غيرت لي حياتي. آية واحدة، آية واحدة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طول عمري خايفة على ولادي، خايفة لو جرالي حاجة لا قدر الله ولادي يتظلموا، ولادي يتوهوا، ولادي ما يلاقوش حاجة في الحياة يعني يعملوها. كلنا عندنا ولاد، كلنا عندنا عيال خايفين عليها وخايفين نسيبهم. لا قدر الله، بعد غالبا الأب بيتجوز بعد وفاة الأم والعيال بتتيتم، وكفاية فقدانهم أصلا لأمهم حتى لو أبوهم ما اتجوزش، وتجربة إن هم يعيشوا الحياة من غير أم شيء رهيب، شيء مخيف. فأنت علشان تضمني، انت يا ام، انا بكلم كل ام، دي مسؤوليتك. انت خايفة على ولادك، خايفة عليهم من بعد عمر قصير او طويل، الله اعلم، الاجل ده بايد ربنا. ارجوكي اتبعي الايه، آية واحدة، الايه دي غيرت حياتي كلها. خلتني بدأت بتقى الله لغاية اما فهمت. انا قريت وليقولوا قولا سديدا، دي عدت عليا في القرآن على قد ختماتي، يعني سبحان الله، يعني كتير عمري لغاية اما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حط البصيرة في قلبي. لما ربنا أذن، لما ربنا بيأذن انت بتفهمي، لما ربنا بيأذن انت بتشوفي، لما ربنا بيأذن انت بتقولي كله بإذن ربنا. اوعي تكوني فاكرة ان ده شطارة منك، لا، انت بتقولي وبتفهمي وقت ما ربنا يريد، وقت ما تستحق ان انت تفهمي ده، وقت ما قلبك يوصل لمرحلة معينة. ارجوكوا الآية دي خطيرة جدا. انا بخاف على اولادي وهم نقطة ضعفي في الحياة، بدعي لهم كتير كتير ربنا يحفظهم وما يجعلش ابتلائي فيهم ابدا، ويسد تقصيري في تربيتهم، وانا ست مقصرة وام مقصرة كل حاجة. بس مهمة قوي الآية دي، حلت لي معضلات، هي اصلحت حياتي انا، ما صلحتش حالهم هم بين ايدين ربنا بعد ما انا اروح. ده معناها ايه؟ ان انا يا ربي انا سبت لك، يعني معناها ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. معناها ايه؟ يعني انت خايف على اولادك بعد ما تمشي، خلاص انا دول بتوعي، انا هتولاهم لك. انت لما بتبقي قبل ما يعني تبقي في مرحلة يعني لما انا كنت بشوف امي في مرحلة معينة قبل ما تتوفى، ماسكة ناس عمالة توصيهم علينا، ووصتني انا على اخويا الصغير، ووصت اختي الكبيرة، يا فلانة يا فلانة خدوا بالكم من اخوكوا، يا فلانة. انا ما بوصيش بني ادمين، انا بسيبهم لرب العالمين، بسيبهم لربنا، هو سبحانه وتعالى بيتكفل بيهم. يعني مين احسن من رب العالمين نسيب ولادنا بين ايديه؟ ما فيش. هو قالك كده، انت خايفة على ولادك وهم ضعفاء، هتعمل ايه؟ اتقي ربنا ولتقول قول سديد. الكلمتين دول اللي هما كلمتين غيروا لي حياتي كلها. بقيت ابص لكل عمل بعمله وانا خايفه لا يترد لي في عيالي، لا الاقي نفسي العيال دي يعني اللهم يعني ولا تحرمهم خير ما عندك بسوء ما عندي. احنا بنقول كده. انت ما تعرفش هو اللي بيتولد له طفل النهارده لا قدر الله معاق ولا مريض، ولا هو الطفل عمل ايه في دنيته علشان خاطر هو لسه، ما احنا عارفين ان السيئة مما اكتسبت ايدينا. طب الطفل الصغير ده ما عملش حاجة في حياته، المقصود بالابتلاء هنا مين؟ ابوه وامه. يعني اللي ابتلي هنا هو الاب والام لا قدر الله لما العيل بيصاب بشيء، لان العيل ده ما عملش حاجة. طيب يبقى اذا انا اتعلم ايه؟ ان انا المقصودة انا اتقي ربنا عشان ربنا يقعدهولي في ولادي، انا اقول قول سديد علشان ربنا يقعدهولي في ولادي. فارجوكم الايه دي منهج حياه والله العظيم، وكل ايات ربنا منهج حياه، بس دي الحاجه اللي غيرت لي حياتي بجد. ف يا رب يا رب نقول قول سديد ونتقي الله في ولادنا وفي انفسنا، وربنا يتقبل منا يا رب، ويغفر لنا ويحافظ لنا على ولادنا.
اللهم إنا نستودعك أولادنا يا رب العالمين.